عندك قطعتين لحمة وعايزة تغدي البيت كله ومحتارة ما انتش عارفة تعملي بيهم ايه. تعالي وانا اقولك تعملي بيهم اكلة جميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى انا جايلكم فيديو حلو قوي. النهاردة وانا معايا قطعتين كده من اللحمة. طبعا انا عايزة اعمل غدا حلو. هعمل ايه بقى بالحتين اللحمة دول؟ هعمل غدوة حلوة جدا وهتقضي وهتفيد كمان. تمام. هبدأ بقى ان انا اقطع الحتين اللحمة بتوعي دولت قطع صغيرة زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هبدأ ان انا اقطعها قطع صغيرة. تمام حبايب قلبي، اللي لسه داخلين القناة بتاعتي وما اشتركوش فيها متنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني، واللي متابعيني متنسونيش بلايك وكومنت حلو منكم. تمام. يلا كده بينا هنشوف الطريقة بتاعتنا والغدا بتاعنا الحلو دوت. عملنا غدا كده حلو وسهل وسريع، من قطعتين اللحمة عملنا غدا حلو وقضى وفوق. انا كده قطعت القطعتين بتوع اللحمة قطع صغيرة. معايا حلة بقى كده، معايا شوية زيت، حلة على النار فيها شوية من الزيت، وهنزل باللحمة بتاعتي في الحلة. هبدأ ان انا اشوح اللحمة. تمام. هنزل بكمية اللحمة بتاعتي اللي انا قطعتها، وهبدأ ان انا اقلبها لغاية ما تتشوح معايا كويس. انا بعمل لكم اكلات اقتصادية، اللي مقدرته ان هو عنده مثلا يعني ربنا مديله معاه وعنده بيجيبه كده مفيش مشكلة، اعمل بكمية حلوة بكتير. انا بحب ان انا ايه اوري يعني اللي عنده قطعين لحمة ومحتار وكده يعمل بيهم اكلة حلوة. دلوقتي انا شوحت اللحمة وهبدأ ان انا اخرط كده القطع البصلاية، تقطيع صغير ناعم كده عليها. تمام، يعني شوح اللحمة الاول بعد كده انزل بتقطيع بصلتين. بشكركم على كومنتاتكم الحلوة. بفرح اول لما تكتبوا لي كومنتات حلوه. ما تنسونيش تكتبوا لي كومنت حلو، وما تنسوش لو الاكله دي عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات. تمام. انا كده خرطت البساطتين وبدات اقلبهم واسيبها ايه تدبل معايا كده مع اللحمه. كده البصلايه بتاعتي انا مش عايزاها تحمر، انا عايزاها بس تدبل كده معايا. وبعد كده هنزل بعصير طماطم. الطماطم دي ضربها في الخلاط ومصفيها كويس. تمام. اصبري اصبري بس كده هتشوف انا هعمل ايه. ما تختصريش الفيديو، ما تقدميش فيه، اتفرج معايا كده واحده واحده هيعجبك الفيديو جدا واكله هتعجبك بصراحه. خلاص كده انا حطيت فلفل وبهارات، مش هحط ملح، وهغطي لغايه ما تسبك معايا ومع اللحمه. لا تقولي اللحمه مش هتستوي، لا هتستوي، هتستوي معاك وهتبقى دايبه دوب. انا معايا نص كيلو من الباميه، كانت في الفريزر متلجة، انا مخزنها في الفريزر. ومعايا حبة فول من الفول المدشوش. تمام، فول مدشوش يا جماعة. ومعايا نص كيلو بامية كان في الفريزر، بطلعه متلج كده وابدأ اسقطه في الصلصة بتاعتي. هبدأ بقى ان انا ازود البامية. ما تستغربيش، ايوه انا عملت بامية بس طلعت جميلة جدا وطعمها حلو، وهتغدي بيتك واولادك وهيفيد منها كمان. انا كده زدتها بالشوربه وهبدا ان انا اقلبها عشان تستوي معايا. انا ما حطيتش ملح لان الشوربه فيها ملح. هبدا ان انا اغطيها واسيبها تستوي بقى. كده بقى انا هعمل جنب الاكله دي الحلوه دي ايه، هعمل شويه رز بشعريه. ما الباميه مش لازم أن يكون جنبها رز بشعريه كده. تمام. انا بقى حطيت كده مكعبين زبده وشويه من الزيت. الزبده بتاعتي بس مجرد ما تسيح كده هنزل بقى بالشعريه. صلوا على النبي واذكروا الله وكملوا معايا الفيديو. انا كده خلاص نزلت بالشعرية وهبدأ ان انا احمرها كويس. الاكلة دي محتاجة شوية رز بشعرية زي السكر كده. والبامية طعمها حلو بالفول، جربوها بالفول واكتبوا لي في الكومنتات ان كانت عجبتكم ولا لا. احنا في البلد بتاعتنا بنعملها بالفول. انا كان عندي في بيتنا يعني عندي اهلي طبعا ما كناش بنعملها بالفول، بس انا لما اتجوزت اهل جوزي لقيتهم بيعملوها بالفول. على فكرة مش وحشة، حلوة جدا برضو طعمها جميل
وجربوها، مش بحط فول كتير ولا حاجه، شويه صغيرين. جربوها بالفول كده وقولوا رايكم. طبعا انا الشعريه بتاعتي محبهاش تحمر قوي، انا عايزاها بس يبقى يكون لونها ذهبي كده. وهبدا ان انا انزل بالرز. هبدا بقى ان انا اشوح الرز لغايه ما ما ينشف من ميته خالص. طبعا حبايبي انا يعني انا بخلص كله مع بعض، يعني انا ممكن اشوح الرز دوت واركنه لغايه ما اجي مثلا ميعاد الاكل، قبل الاكل بنص ساعه بروح زي ده. تمام، يعني ان انا مش بزيده على طول، فانا مش هزيده في المقطع معاكم. هو كده اتشوح معايا كويس، مش هزيده هبقى ازيده بره يعني الكاميرا وكده. بخلص كل حاجه يعني تبقى جاهزه، يا دوبك ان يبقى قبل الاكل نص ساعه ان انا ازود الرز كده، اعمل سلطه، يبقى كل حاجه جاهزه يعني. ما يبقاش ان انا اجري ورا نفسي. او الاكل يبرد، يبقى الاكل سخن على على الغدا على طول. انا بشوحه بقى وبسيبه بسيبه بقى لغايه ما ما اجي قبل الاكل نص ساعه ازيده. الباميه بتاعتي بقت زي العسل، استوت وبقت جميله جدا. والفول برضو استوى. لسقيت الباميه مع الفول الاتنين مع بعض، مفيش حاجه دي لوحدها ولا دي لوحدها، وهيستوي هيبقوا زي الفل. خلاص كده الرز خلص، والباميه ما شاء الله خلصت. وتعالوا شوفوا بقى الجمال والعسل ده. طبعا زي ما قلت لكم انا زدت الرز واستوى ومفلفل وجميل جدا، وطعم شويه رز طعمهم عسل. والباميه ما شاء الله اللهم بارك طعمها حلو جدا ومستويه. واللحمه دايبه دوب. ما شاء الله مستويه ازاي. شايفين دايبه وجميله من قطعتين اللحمه. عملت غدا حلو وحاجه هتغديكي وهتقضي وتفيد منك كمان. والفول معاك مستوي زي ما انا قلت لكم. استوى برضو الاتنين مع بعض، استووا ما شاء الله، واللحمه استوت. وكانت اكله جميله. كده الفيديو بتاعي خلص، ما تنسوش تعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.